لو واحد زميلك في الشغل او صاحبك مش مسلم وعايز تقول له ان ديني صح من كتابك انت ونبي موحى به من الله، موحى اليه من الله، من كتابك انت برضه، هيقول لك هات لي الدليل، انتوا اللي انتوا بتقولوه ده كله تدليس. ما تيجي نشوف الادله من كتبكم المحرفه على نبوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل نقول في البدايه، لو حضرتك مهتم بايه اللي حصل في تاريخ الانبياء وايه اللي حصل معاهم في اقوامهم وحوار الاديان، يبقى شرفنا بالاشتراك في القناه وفعل الجرس حتى ياتيك كل جديد. في معيار في العهد القديم والعهد الجديد، النبي ده صادق وشريعته من عند الله ولا كاذب وبيدعي النبوه؟ تعال نقول في سفر التثنيه الاصحاح 18 العدد من 20 ل 22 بيتقال في ايه؟ واما النبي الذي يطغى فيتكلم كلام لم اوصه به فيمت هذا النبي فلا تخف منه. يعني قيس بقى الموضوع ده على اي حد. طب ما تيجي تقيسه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم بكلام مش بوحي من عند الله وبيفتري على الله، هيموت. مش هو اللي هيموت، شريعته هتندثر قبل ما تبتدي. طب وده حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بلغ بالرسالة وأوحي إليه في سن التكليف سن 40 لغاية لما مات 63 سنة، قعد 23 سنة بيعمل الدعوة بتاعته وبيبلغ دعوته، وكانوا عدد قليل. انتشروا 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 واتسعت الرقعة وقضى على الشرك ونادى بالتوحيد بين الأمم إلى يوم القيامة، مش إلى يومنا هذا. ما اندثرتش ولا انهدمت الشريعة بتاعته. يبقى طبقا للنص بتاعكم في سفر التثنية، محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله وشريعته هي اللي صح. طب من سفر أعمال الرسل في العهد الجديد الإصحاح 5 العدد من 8 ل 39، من 38 ل 39 بيقول لك أما هؤلاء الرجال فاتركوهم. ما تيجي نقيسها بقى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. اتركوا الراجل ده والصحابة، فلو كان هذا الرأي والعمل من عند الناس فسينتقد ويهدم، ولو كان من عند الله فلا تقدرون أن تقفوا أمامه. وأوصيكم بقى وصية، ما تخلوش نفسكم أعداء لله، يعني ما تقفوش ضد الشريعة دي. ده من سفر أعمال الرسل. هنبني على المعيار ده إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أوحى إليه، والشريعة الصح هي الشريعة الإسلامية. الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم عن نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعقل والمنطق في كتبكم المحرفة. لو عجب حضرتك المحتوى انشر، بلغوا عني ولو آية. الحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.